السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة 11 من مسلسل أنا حرة. عافاكم أخوتي الأعزاء، الله يرحم بكم الوالدين. اشتركوا معنا في القناة باش تشجعونا ونحط لكم أحداث أخرين من هذا المسلسل. بالنسبة للأحداث فغادي نكتشفوا بأنه غادي تخرج سعاد من تحت الحراسة النظرية، تخرج من الحراسة النظرية، ولكن ماشي حيت كريم غادي يجري مورا الحقيقة ولا كيفاش غادي يخرجها، ولكن وماشي حتى ناصر هو اللي غادي يخرجها بانه زعما غادي يقول لهم شكون اللي ضربوه بصح. ولكن الاحداث بصح غادي تطور وغادي يبان باللي يونس غادي يجي لعندو ناصر ملي غادي يصح، غيجي لعندو وغيهز عليه المكحله وغيقول ليه باش انه ما يبقاش يتبعو ولا يحظيه، والا المره الاولى راه خرجوا من الخدمه، المره الثانيه راه يدخلوا للحبس حيت راه هو ضربو والبوليس كيقلب على شكون ضرب ناصر. ولا يونس غادي يتخلع، غادي يحس براسو غادي يقدر يمشي فيها، حيت بصح ناصر واحد الانسان اللي خبيث وما كيضحكش، وفي نفس الوقت هو باغي ينتقم منه. فغنكتشفوا بانه يونس غادي يمشي يدلي بالاقوال ديالو ويعترف على انه هو اللي ضرب ناصر، وهذا الشيء كامل غادي يقول ليه حيت عصبو، وغادي حتى الاخر غادي يريكلامي بانه راه كيشفر الحطب من الغابه، ويعني واحد المسؤول اللي فاسد وكيستر على الناس اللي كيجيو ياخذوا الخشب تما، وبالمقابل وهاد الخدمه ما كانش في قبل ملي كان شادها الحاج مراد. هنا البوليس بعدا اول حاجه غيديروها هي غادي يتم الاعتقال ديالو، غادي يحطوه تحت الحراسه النظاريه بينما مشى تقدم عند وكيل جلاله الملك. وهنا في هاد الاثناء هادو غادي تخرج سعاد، ولكن سعاد غادي تعرف علاش خرجت، حيت بان شكون اللي قتل يا ربي شكون اللي ضرب ناصر بصح. وهنايا سعاد ما غاديش تبغي تهضر مع كريم مرة، حيت هو دخلها تحت الحراسة النظرية وكان غيخرج ليها على خدمتها، وما فكر في حتى شي حاجة في هادشي. ومع العلم انه قبل كان اعترف لها بالحب ديالو ليها، وهادشي هي اللي ما بغاتش، هي اللي كرهاتو، هي اللي كرهاتو في هادشي اللي دار. ومازال غادي نكتشفوا انه يونس بعد ما حطوه تحت الحراسة النظرية بعد ما قدموه لوكيل جلالة الملك، هنا كنشوفوا بأنه غادي يتم الاتصال من الشرطة للحاج مراد اللي كان هو المسؤول سابقا على ديك الغابة اللي شادها دابا ناصر، وغادي يدوي معاه وغادي يقول ليه اللي كاين اللي كاين. ملي غادي يجي الحاج مراد وغادي يدوي مع يونس، غادي يعطيه الفيديوهات وغيقول ليه انا كنت باغي نهضر معاك قبل، ولكن ما خليتيش لي الفرصه فين نكمل هضرتي وخرجوني من الخدمه. هنايا غادي يقول ليه واش كتعرف هذوك الناس اللي كيتعامل معاهم ناصر، غادي يعطيه كاع المعلومات اللي قد عليهم يونس. وهنايا فين غنشوفوا بانه ناصر من بعد غادي يتدهوروا الاحوال ديالو، اللي دابا كيعتبر راسو قادر يدير كل شيء وكيتحكم في كل شيء، ومرته يتحكم فيها والخدمه هو الباترون فيها وهادشي كامل. لا، مع الوقت غادا تدهور الحاله ديالو، لا النفسيه ولا العمليه ولا الاجتماعيه، بصح السيد غادي تجيوه الدقات من كاع البلايص. مازال غادي نكتشفوا سعاد غادي تكمل في البيست ديال النور، باغا تعرفها كي غاديه الحياه ديالها، كي غاديه مع البنيته ديالها كلشي. نور واحد الانسان درويشه ما باغيش الصداع، ما غاديش تعاود لسعاد داكشي اللي طرا ليها مع نوفل، وغتبقى الكارطه مدبوسه بيناتهم. وملكه، يا ربي ماشي ملكه، أه الحاجه العراقي غادا توقف مع نور وغادي تعاونها هي والبنيته ديالها، وحتى الابن ديال مدام العراقي حتى هو غادي يتعامل معاها زوين. ما كندويش على نوفل بطبيعة الحال، كندوي على الابن الاخر ديالها اللي كيتعامل معاها زوين وتمهلي فيها، لا فيها هي لا في الابنه ديالها. وانا كنشوف بانه نور بدات كتشوف واحد الحياه الورديه اللي كانت كتمنى انها تعيشها قبل، ولكن نوفل ما غاديش يخليها فرحتها، وبصح غادي يبدا يشكل عليها خطوره، خصوصا غير بالنظرات ديالو اللي غادي تبدا تحس هي بالرعب. هي ديما عندها ذكريات مؤلمه وخايبه على هاد العيشه هادي، وداكشي علاش هي صابره، حيت بصح مدام العراقي كتعامل معاها زوين وما باغياش ما باغياش دير شي حاجه على غفله تمشي في حالها وهي عطاتها الكلمه. فمازال غادي نكتشفوا بزاف ديال الحوايج غادي يبانوا اخرين، خصوصا غادي نشوفوا انه كريم غادي يبقى يجري مورا سعاد ويطلب منها السماحه ويقول لها باللي هادشي كامل اللي درتو فيك راه الخدمه ديالي اللي دايره بحال هكا، وانا ملزم انني نتبع لا بروسيدور كما خاصها تكون. كون عاونتيني كون قلتي لي اي حاجه كنت غادي نقدر نخرجك، ولكن
بصح انت ما بغيتي تعاونينا في حتى شي حاجه، وهذا الشيء هذا كيضر بيا انا قبل من خدمتي، حيت كاين لي ادله وما عنديش كي ندير نخرجك. وانت الهضره ديالك كانت ناقصه، ما عطيتيناش، كذبتي عندنا في شحال من حاجه وما عطيتيناش كاع الحقيقه اللي كنا كنتسناوها. هنايا السؤال ما بقاش نديها فيه، ولكن مازال غنشوفوا انه الاحداث غادا تطور من بعد، وغادي نشوفوا انه غادي تتم الخطوبه والزواج وكل شيء غادي يكون رسمي وغادا تتزوج به سعاد. فنكتفيو بهذا القدر هذا من الاحداث. ان شاء الله في الحلقه الجايه غنحط لكم احداث جديده وحصريه باذن الله. اشتركوا في القناه باش يوصلكم الفيديوهات الاخرين. مع السلامه.